نظافة أي بيت بتبدأ من البلكونة بتاعته. تعالوا ننظف البلكونة مع بعض. لبست جوانتي تراب وبدأت إن أنا أنظف كل الترابيزات، وهنا البرجولة كانت متبهدلة، قلت لها يلا على الحمام، اديتها شاور محترم بالشاور جل ونشفت في ثواني. كل اللي متابعني من زمان عارف إني بحب أنظف الشيش بالمكنسة الكهربائية، ودي أحلى اختراع. أكيد بقى كلنا عارفين التراب اللي بيبقى على الحيطان في البلكونات، أكيد واضح في الفيديو، أنا مش محتاجة أوضح. مسكت المساحة الخطيرة بتاعتي اللي عندي بقالها 9 شهور، عايزه اقول لكم ما اقدرش استغنى عنها. زي ما انتم شايفين كده مفيش اي تراب بيقع عليا، ممرمطاها بجد في الحوائط في الارضيات في كل حاجه. هوريكم كمان دلوقتي في ان هي بتلم التراب والفتافيت والوبر، خطيره. ده غير طبعا ان هي بقى خطيره في المسح والتنظيف بتاع كل حاجه، وليها مليون استخدام. تابعوا الستوريز عشان هنزل لكم تفاصيل التفاصيل زي ما بتحبوا. ندخل بقى على الريسبشن عند ماما واوريكم الكفاءه والفاعليه بتاعه الفوط دي، خطيره. هوريكم دلوقتي امتصاصها للميه رهيب ازاي. شايفين كل كميه الميه دي امتصتها وخلتها جواها ما بتوقعش نقطه وما بتسيبش اي اثر ولا بصمات على الارض زي ما انتم شايفين كده بالظبط. جددنا الريسبشن بشويه حاجات بسيطه للعيد، واحلى حاجه في المساحه دي ان انا بركب عليها اي فوطه انا محتاجاها. ركبت عليها فوطه دهون بتاعت ايكو واي عشان اقدر اوصل للسقف والدهون اللي بتبقى لازقه في السقف من غير اي مجهود ومن غير سلم كمان. بجد الاختراع واضح. انا جبتها من الاكونت ده. باي.